سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبابي الكرام، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد لأهل الطاعة كريم. أوجب الله عليكم فطرة وحرم عليكم صومه. هذا العيد الذي تتم فيه الفرحة والسرور، ويتلاقى المسلمون بالتهنئة والسلام، ويتكبرون الله تعالى على ما أولاهم من الفضل وما أسبغ من الإنعام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا معشر من كنتم بالأمس صائمين قائمين، لقد صمتم نهار رمضان صابرين، وقمتم لياليه عابدين متقربين، ترجون رحمة ربكم وتخافون عذاب يوم الدين. بشراكم فهذا يوم الغنائم والجوائز، ويوم إتمام الأجر للأجير، وآن جبر القلب الكسير. يا من أخرجتم زكاة فطركم للفقراء والمحتاجين وأديتموها راضين مستبشرين. أحبابي الكرام، العيد ما العيد وما أدراكم ما العيد؟ العيد ليس لمن لبس الجديد، ولكن لمن طاعته به تزيد. ليس العيد لمن حاز الدرهم والدنانير، إنما العيد لمن أطاع العزيز الغفار. ليس العيد لمن لبس الجديد الثياب الفاخرة، إنما العيد لمن عمل وخاف الآخرة. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن أطاع رب العبيد وخاف وعيد وعمل ليوم الوعيد. فالعيد لمن أطاع الله، والحسرة على من عصاه. إنما العيد لمن عفا عمن هفا، وأحسن إلى من أساء وأصلح بين العباد. عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.